قال لي واحد أنا أبو بندر يا شيخ. قلت الله يحييك يا أبو بندر، عندي لك سالفة يا شيخ. قلت عقب المحاضرة. أنا حاضر الله يجزاك خير، خلني أكمل كلامي. فقال قال لا بقول كلامي قبل ودخلها في محاضرتك يا شيخ. قلت عطنيها يا أبو بندر. قال لي ابن حكم بسجن 14 سنة، لواط، زنا، أحرق محطة بنزين، طعن لعمال، سرق ونهب، حتى تجمعت عليه أحكام. لولا رحمة القضاة به لقالوا مفسد في الأرض محارب ويقتل حدا، لكن حكموه ب14 سنة. مروج مخدرات، عربيد، فاجر، ما بقى ذنب إلا فعله. وبعدين قال كنت أدعي عليه. ثم قال أتاني رجل صالح، قال ترى بندر أطيب عيالك يا أبو بندر. ويقول لي والله أنها أطيبهم واشجعهم وأكرمهم وأرحمهم، لكن اسبقوا عليه عيال الحرام ولعبوا عليه، وإلا عندي غيره 9 كلهم ما يساوون يوم من أيام بندر لو والله هداه. قال فكان محكوما ب14 سنة، ومضى منها 7 سنوات، ونسيت الولد ولا صرت أزوره وما ذهبت للسجن، وكنت أقول الله يطلعه على نقالة، أبي ما أبيه يطلع. خرج يوما وأنا في صلاة العصر، صليت وجلست أذكر الله، فإذا برجل يأتي إلي من خلفي ويقبل رأسي ثم كتفي ثم يدي. يا ولد من ذا اللي يقبلني من كل جهة؟ نظرت إلى رجل لحيته ممتلئة وفيه خصلات من الشيب قليلة، ما عرف ذا الرجال يا الربع. فلما هو انكب على قدمي يريد تقبيل قدمي كففتها. يا ولد ابعد عني، انت مخطئ في الرقم، أنا لست والدك حتى تقبل قدمي. قال لا والله يا أبو بندر أنك أبو بندر، أنا بندر. فنظرت إليه، إذا النور في وجهه وإذا الدمعة فيه. الله لا يوفقهم، ليه طلعوك؟ أول كلمة قلتها، مش اللي طلعك الله لا يحييك ولا يحييهم. يقول قلتها لأني تذكرت الآلام القديمة والأحزان اللي دخلني فيها. قال يا أبوي طلعت بحفظ كتاب الله، وطلعت لأني لي 3 سنين خطيب السجن وأنا صاحب حلقة القرآن. أول يا أبوي أقول تبت وأنا كذاب، لأني أقول تبت للمخلوقين، فلما جعلت التوبة لله يا أبوي أنا تائب عائد، أسأل الله باسمه الأعظم أن يذيقك مني لذة البر كما أحرقتك بالعقوق. غطى وجهه للبكاء وقال رح لأمك، أمك والله من فارقتك وهي على فريشها نايمة مريضة، وكل ما ذكرناك خنقتها عبرتها، رح لأمك. فأتى إلى أمه، إذا أمه لما قال السلام عليكم قامت. بندر عرفته الأمة ما يحتاج يتغير الشكل، ولو أنها أعفى اللحية وجمل ظاهره، نبرته لا زالت في عروق أمها تحركها وتحركها. فهوى إلى قدمها وقبلها، ثم حبى إلى قدم يديها وقبل كفوفها وهي تبكي. طلعت ونمك. قال طلعت، بس طلعت غير الأولات، طالعا وانا حذا في قدميك، طالعا الله يذيقت مني البر يوم. يقول تبي يا شيخ تعرف بندر من هو؟ قلت والله إني أتمنى أراه. قال اللي قدم محاضرتك إمام هذا الجامع ومدير مكتب التعاوني ومدير ابتدائية التحفيظ وعضو جمعية البر هو ولدي بندر. التفت له، إذا هو الشيخ الذي قدم محاضرتي، وإذا وجهه نور تقسم بالله ما مر عبر جسر السيئات ولا الآثام. نور وجهه إذا رأيت سبحت الله. وش سويت يا أبو بندر؟ قال رده اللي قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه، رده رب العالمين. والله يا شيخ لو يموتون 9 في يوم ما تدمع دمعتي، وعسى الله ما ياخذ بندر قبلي فيني خله. والله يوم من أيام بندر الأيام ذي تسوى السنين 7 الماضية يا شيخ. أن بندر عافية في العين والقلب والكبد. اللهم اجعل أبناءنا قرة عين يا رب العالمين.